السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أهلا وسهلا بكل المبدعات اللي بيشرفوني يتفرجوا على الفيديو. أنا تغريد سيد ودي صفحة وقناة كروشيه توتا المبدعات. إن شاء الله النهاردة هنشتغل مع بعض جيبة القمر دي بغرزة جبال القلب. هشرح لك ازاي تقدري تنفذيها لأي مقاس انت حباه. أنا كنت اشتغلت الجيبة مع جاكيت وآيس كاب. لو انت حابة تتفرجي على كمان الجاكيت والآيس كاب هسيب لك تحت في التعليقات اللينك بتاع الجاكيت والايس كاب لو حابه تنفذي الطقم كامل. حبيت اوريكي برضو في الصور اللي في اول الفيديو الالوان بتبقى شكلها لذيذ ازاي. لو انتي حابه تنفذي الجيبه لاي مقاس وحباني اقولك على كميه الخيط تقريبا، ممكن تعلقي لي بنوع الخيط اللي هتستخدميه والسن اللي هتعملي ليه الجيبه، وان شاء الله ارد عليكي بكميه الخيط التقريبيه اللي ممكن تحتاجيها. هنبتدي الفيديو، بس قبل ما نبتدي الفيديو اتمنى انك تشتركوا في القناه وتفعلي الجرس للكل عشان يوصلك كل جديد، وكمان تقولي لي بتشاهديني من اي بلد. ويلا نسمي الله ونبدا على طول ونشوف طريقه الشغل. انا هنا معايا خيوط هيمالايا افريداي. ممكن تستخدمي اي نوع خيط تحبيه، بس يفضل استخدمي الخيوط متوسطة السمك او السميكة المايلة للسميكة. بلاش تستخدمي الخيوط الرفيعة مع الغرزة دي. تمام. هستخدم ابرتين، ابرة 2.5 لغرزة البليسيه في البداية، وابرة 3.5 اللي هكمل بيها الشغل. معايا ابرة التنظيف بتاعتي طبعا والمقص والمزورة عشان المقاسات. تمام. اول حاجة هبدأ بالابرة الاصغر اللي هي 2.5. انت على حسب سمك الخيط والابره اللي معاكي اختاري سمك اصفى الخيط اللي معاكي، اختاري الابره المناسبه. تمام. هسيب بس جزء من الخيط كده طويل شويه في البدايه عشان هقفل بيه السطر. هبدا اشتغل بطريقه الفاونديشن. هشتغل 1 2 تمام 3 سلاسل. هاخد لفه واروح عند اول سلسله، هدخل كده تحت الحلقتين بتوع السلسله واخد لفه من الخيط واطلع. ماشي. بقى معايا 3 حلقات على الابره، هاخد لفه واطلع من اول حلقه كده انا عملت سلسله. هاخد لفه واطلع من حلقتين في حلقتين كده انا عملت غرزه العمود. بعد كده هرجع تاني هنا تحت الحلقتين كده اهو بالشكل ده. هاخد لفه من الخيط واطلع، بعدين هاخد لفه واطلع من اول حلقه كده عملت السلسله. هاخد لفه واطلع من حلقتين، هاخد لفه واطلع من حلقتين. ببدأ اشتغل سطر السلاسل مع سطر العمود بتاعي. تمام. لو انت حابة تبدأي على طول بالطريقة العادية هتبدأي تعملي سطر من السلاسل يكون يساوي محيط دوران وسط البنوتة اللي هتعملي لها الجيبة. خلاص، هيكون عدد السلاسل بيساوي محيط دوران وسط البنوتة اللي هتعمل لها الجيبة، ويكون عدد الغرز العمود في أول سطر عدد زوجي. أنا هنا هشتغل عدد غرز عمود يكون عدد زوجي. هكمل كده لحد ما أوصل لمحيط دوران وسط البنت وارجع لكم. اشتغلت كده لحد ما وصلت لمحيط دوران وسط البنوتة. أنا بقسم السلسلة نصين كده وبقيسها. بقسم السطر الاول كده نصين وبقيس. انا عندي هنا بعمل ل3 سنين تقريبا، فنص محيط دوران الوسط 27 سنتي ومحيط دوران الوسط كامل. تمام. بقسمه على 2، فانا عندي هنا 27 سنتي اهو بالظبط. ما تشدي ولا تشدي ولا ترخي. تمام. خلاص كده هكمل بقى. انا كده ده وش الشغل. هروح مباشرة شغالة كده عند اول غرزة. هروح عند اول غرزة في السطر كده على طول. تمام. واخد لفة من الخيط. هقفل بمنزلقة الاول، معلش اهو. هقفل بمنزلقة وارتفع سلسلة اول سطر بس اللي هرتفع، بعد كده هشتغل على طول. هاخد لفة وادخل كده تحت اول عمود، هاخد لفة واطلع، بعدين اخد لفة واطلع من حلقتين في حلقتين. اشتغلت عمود بلفة. قبل ما اكمل شغل بقى هبدأ الجزء ده اللي انا سايباه في الاول اقفل السطر بتاعي عشان ما يتفكش. فهجيب ابرة التنظيف وهدخل كده تحت السلسلة في اول السطر تحت الحلقتين
تمام. وبعدين هاجي عند اخر سلسلة اهو، اخر غرزة اهي كده، بدخل فيها. تمام. واعمل عقدة بداية في عقدة اسفة في ظهر الشغل، عقدة كده عشان بس اتأكد ان هو ان شاء الله مش هيفك. وبقية الخيوط بدخلها تحت الغرز. يبقى انا كده قفلت السطر بتاعي والباقي بقصه. تمام كده. وارجع بقى اكمل شغلي عادي. انا اشتغلت اول غرزة اشتغلتها غرزة عمود امامي او بريد امامي، علميها عشان بعد كده هنشتغل على طول. علمت اول غرزة كده. تمام. انا العلامات دي بتعلمني الادب. بعد كده هاخد لفة واجي الغرزة اللي بعديها هدخل من خلف كده واشتغل بريد خلفي. الغرزة اللي بعدها بريد امامي، بريد خلفي، بريد امامي. هشتغل كده بالتبادل، غرزة بريد خلفي وغرزة بريد امامي، اللي بعدها بريد خلفي، لحد ما اوصل تاني لاول غرزة في السطر. تمام. ومعايا عدد الغرز، اتأكد ان هما عدد غرز زوجي. تمام. المفروض السطر اللي فات انا عديت الغرز بتاعة العمود وتكون عندي عدد غرز زوجي، يعني تقبل القسمة على 2. هكمل كده غرزة بريد امامي وغرزة بريد خلفي لحد ما اوصل للعلامة مرة تانية. وصلت بالشكل ده كده لاخر السطر، ناقص عندي اخر غرزة في السطر فهشتغلها بريد خلفي بالشكل ده كده. اول غرزة اهي اللي عندها العلامة هشيل العلامة وهي بريد امامي، فهشتغل عليها بريد امامي وارجع العلامة تاني مكانها. خلاص بقى هبدأ اشتغل سطور من البريد الخلفي والبريد الامامي. كل ما اوصل عند العلامة بشيلها بس اشتغل مكانها نفس الغرزة وارجعها تاني لحد ما اوصل تقريبا لطول 6 او 7 سنتي على حسب العرض اللي انت محتاجاه للجزء بتاع البليسيه او الاستك اللي بيكون على الوسط. دلوقتي ده بريد امامي اشتغلت عليه بريد امامي، البريد الخلفي هشتغل عليه بريد خلفي. عندي ده بريد امامي هشتغل عليه بريد امامي. بس كده هبدأ بقى اشتغل سطور من البريد الخلفي والبريد الامامي زي ما قلتلك على حسب العرض اللي انتي محتاجاه للجزء بتاع البليسيه. حبة 5 سنتي، حبة 10 سنتي، يعني هو من 5 ل10 سنتي، لا 10 سنتي كمان هيبقى كتير، يعني من 5 ل7 سنتي حلو قوي ومعقول. فانا هخليني في الوسط مثلا 6 سنتي هيبقى كويس جدا. هشوف برضو بالنظر كده الجزء ده يبقى طوله قد ايه او العرض بتاعه قد ايه، هيبقى يعني الطول هيبقى كده. هقيس السطور. تمام. هكمل كده وبعدين نرجع نشوف الخطوة اللي بعد كده هتكون ايه. عملت بالشكل ده كده وانا حاسة كده ان كده تمام، يعني مش محتاجة ان انا اكبر الجزء بتاع البليسيه عن كده. وهقيس اهو معاكم بالمزورة، يعني هو ناقص حاجة بسيطة خالص، يعتبر 5.5، يعني هو يعتبر 5.5 مش 6 بالظبط، فبالنسبة لي كده تمام اوي. تمام. دلوقتي هجيب الابرة الاكبر درجة اللي هكمل بيها بقية الشغل بتاعي. باقي الشغل بتاعي هكمل بالابرة الاكبر، فهشيل العلامة والسطر ده هبدأ اعمل الزيادة بتاعة وسع الجيبة. فانا هشوف مثلا الجيبة بتاعتي عاوزة اوسعها قد ايه، يعني عاوزة الوسع بتاعها قد ايه، عاوزاها بقى نازلة يعني على ضيق قوي، عاوزاها على اوسع. الوسع بتاعك اللي انت محتاجاه للجيبة زودي هنا في الغرز. انا هنا هبدأ ازود كل 3 غرز، فهشتغل اول غرزة كده عمود عادي وارجع العلامة عشان انا هشتغل بشكل على طول متصل من غير ما اقفل السطر. تمام. والغرزة رقم 2 كمان هشتغل عمود عادي. الغرزة رقم 3 هبدأ اشتغل تزايد، يعني غرزتين عمود في نفس المكان. تاني 1 2، التالتة هشتغل فيها تزايد يعني غرزتين في نفس المكان واكرر 1 2، التالتة هشتغل تزايد 1
2 في نفس المكان بالشكل ده كده. هكمل السطر بتاعي لحد ما اوصل للعلامة وارجع لكم. اشتغلت بالشكل ده كده غرزتين عمود عادي، والغرزة التالتة كنت بشتغل فيها تزايد. فضل عندي اخر غرزتين في السطر فهشتغلهم عمود عادي اهو. اهم حاجة تتأكدي بس ان عدد الغرز عندك عدد زوجي. تمام. اشيل العلامة. اول غرزة في السطر هشتغلها عمود عادي وارجع العلامة مكانها بالشكل ده كده. بعد كده الغرزة اللي بعدها هشتغل بريد امامي. بدخل ما بين العمود والعمود واطلع ما بين العمود والعمود التاني، باخد لفة واطلع معايا 3 حلقات، باخد لفة واطلع من حلقتين، باخد لفة واطلع من حلقتين. الغرزة اللي بعدها عمود، وركزي اوعي تشتغلي انت هنا الغرزة دي اشتغلتي عليها اهو بريد امامي، فما تروحيش تشتغلي تاني في ظهر الغرزة يبقى انت كده زودتي الغرز. لا، العمود اهو غرزته اهي فوق بشتغل عليه عمود عادي. تمام. هاخد لفة، الغرزة اللي بعدها اهو هشتغل عليها بريد امامي بالشكل ده كده. اروح للي بعدها اشتغل عمود عادي، واركز ان انا ما بزودش غرز اهو. خدي بالك اوعي تزودي غرز. الغرزة اللي بعدها اهي هشتغل عليها بريد امامي، اللي بعدها اهو ما اشتغلش في ظهر الغرزة. اوعي تروحي تشتغلي مرتين في ظهر الغرزة. العمود اللي عليه الدور في الشغل اهو غرزته فوق بشتغل عليه عمود عادي كده. العمود الامامي وعمود عادي، عمود امامي وعمود عادي اهو. ونركز عشان ما نزودش غرز في السطر بتاعنا. هكمل وارجع. اشتغلت بالشكل ده كده. تمام. واخر غرزة عندي كانت بريد امامي، فهشيل العلامة وهبدأ السطر الجديد. المفروض اول غرزة كانت عمود عادي، فهبدلها اخليها عمود امامي. هشتغل السطور اللي بعد كده بالتبادل. بمعنى ايه بالتبادل؟ يعني الغرزة اللي بلاقيها بريد امامي اخليها بريد عادي، غرزة عادية عمود عادي، والغرزة اللي الاقيها عمود عادي اخليها بريد امامي. فانا كده اول غرزة خليتها بريد امامي، الغرزة اللي بعدها بريد امامي فهشتغل عليها عمود عادي، اللي بعدها عمود عادي يبقى هشتغل عليها بريد امامي، وهكذا. بس كده، ولا في اسهل ولا ابسط ولا ألذ ولا اجمل من دي غرزة، وفي السهولة والجمال وبتطلع شكلها رائع. يبقى البريد الامامي بشتغل عليه عمود عادي، والعمود العادي بشتغل عليه بريد امامي. هبدأ بقى اكمل بالشكل ده لحد ما اوصل للطول اللي انا محتاجاه للجيبة بتاعتي. هوصل كده للطول اللي محتاجينه ونرجع لكم. هكرر بقى السطر ده كده. الامامي بشتغل عليه عادي، والعادي بشتغل عليه امامي، والسطر اللي جاي هكذا. السطور اللي بعد كده هو تكرار السطر ده فقط. هكملهم وارجع لكم. وصلت بالشكل ده كده للطول اللي انا محتاجاه للجيبة. انا وصلت كده لطول 32 سنتي، وده مقاس مناسب لطفلة سنتين. تمام. هبدأ بقى اشتغل سطر حشو، وعشان انا شغالة بغرزة العمود، فاول غرزة كده في السطر هشتغلها نص عمود واحط العلامة. انا شغالة على طول وشغالة بغرزة العمود، فعشان ما بقفلش السطر فهبدأ الاول اشتغل نص عمود، تاني غرزة كمان نص عمود، بعد كده حشو. هبدأ كل غرزة هتقابلني اشتغل عليها غرزة حشو بالشكل ده كده. غرز حشو عادية خالص. هكمل السطر بغرز الحشو وارجع. خلصت بالشكل ده كده سطر الحشو. هبدأ اشتغل كمان سطر حشو، بس هشتغل معاه غرزة بيكو. تعالوا نشوف ازاي. هشتغل كده اول غرزة حشو. انت ممكن تقسمي غرز عدد الغرز عندك في السطر زي ما تحبي. اوريكي ازاي. 1 انا هقسم 5 5، 2 3 4
5 واشتغل 1 2 3 3 سلاسل، وادخل في الضلع التاني هنا كده في الحلقة الأمامية لغرزة حشو، آخر غرزة حشو عملتها، والضلع التاني كده لغرزة الحشو برضو، واخد كده لفة الخيط واطلع اشتغل منزلقة. دي اسمها غرزة بيكو. وارجع تاني اشتغل 5 حشو، 1 2 3 4 5. تمام. واكرر 1 2 3، واجي كده في الحلقة الأمامية مع الضلع التاني لغرزة الحشو، واعمل منزلقة بالشكل ده كده. 1 2 3 4 5. انت ممكن تشتغليها كل 3 غرز لو حابة، بس انا يعني حابة اشتغلها كل 5 غرز. 1 2 3 واشتغل منزلقة لحد ما اخلص السطر بتاعي. واحد اتنين تلاتة واشتغل منزلقة. هكمله كده وارجع لكم. خلصت السطر بالشكل ده كده بغرزة البيكو. هشيل العلامة وهعمل منزلقة في اول غرزة كده وسلسلة تأمين، واقص الخيط بتاعي واشد الخيط، وبإبرة التنظيف الخيط الزيادة عندي هبدأ ادخله تحت الغرز بالشكل ده كده بشكل عشوائي، بس اهم حاجة تثبتي الخيط بتاعك تحت الغرز بشكل كويس عشان ما يفكش في دبان عشان ما يفكش الشغل بتاعك يبوظ. تمام كده. هاجي بقى اعمل زي رباط او حزام للوسط، وهو سهل خالص وبسيط، مش محتاج اي حاجة. هو عبارة عن غرزة حشو بس، غرز سلسلة اسفة بس. هشتغل سلسلة مزدوجة، فانا يعني هحاول كده اسيب امتار كتيرة من الخيط، وهو المفروض بتقيسي 3 اضعاف المقاس اللي انت عاوزاه للسلسلة. فانا بصراحة مش هقيس لان انا هشتغل بشكل عشوائي شوية. تمام. فانا هسيب مثلا الكمية دي كده وهعمل سلسلة مزدوجة كده. تحطي الخيط على الابرة بالشكل ده وتسحبي تطلعي، تحطي الخيط على الابرة تسحبي وتطلعي بالشكل ده كده عشان تبقى السلسلة متينة معانا شوية، ان هي تبقى رباط او حزام الجيبة بتاعتنا كده. بس بسيطة خالص وسهلة. هشتغلها وابدأ بقى احطها برضو في ابرة التنظيف وادخلها هنا كده ما بين الغرز ما بين السطور. بص هعملها واجي اوريكم. اشتغلت بالشكل ده كده الرباط، طبعا اللي بيحدده مقاس الجيبة اللي انت عاملاه. تمام. هاجي بقى خلاص اخر خلصت، اروح سحبة فتلتين الخيط كده مع بعض واقص. تمام بالشكل ده وبإبرة التنظيف وابدأ. انا هنا مثلا دي المنتصف بتاع الجيبة بتاعتي. ماشي. هبدأ كده ادخل كده في السطر ده، يعني انتي بتدخلي بتحددي بقى ما بين كل غرزتين مثلا يعني كده. تمام. انتي اللي بتحددي، مش ملهاش برضو تكنيك معين. ممكن تعمليه على السطور من فوق في نص هنا كده، بس انا حابه اعمله كده هيبقى افضل يعني. تمام. وتسحبي كده بالشكل ده. تفضلي بقى هتدككيها كده كده. حاولي تنظميهم بعد كام واحده بالظبط عشان يبقى شكلها لطيف يعني، ورغم ان هو مش هيبان قوي لانه نفس اللون. تمام. هكمل كده
ادخلهم كده ما بين الغرز وارجع لكم. ركبت الرباط بالشكل ده كده. طبعا الخيط ده اللي فاضل هدخله برضو في الرباط، بس انا مش عاوزه انضفه دلوقتي. انا المفروض هنضفه كده داخل تحت الغرز كده في الرباط. بس انا بصراحه بفكر كده اركب ايه زي حليه او قلب او مش عارفه يعني، لسه بفكر لسه بفكر اركب حاجه او خلاص يبقى اكتفي على كده ويتربطوا زي فيونكه وشكرا. يعني على حسب بقى البنوته تتربط فيونكه. حاسه اصلا اني طولتها قوي فممكن اقصها يعني. تمام بس كده يعني انا كده اهو. حاسه ان هي طويله اصلا فممكن افك منها شويه. هتشوفوا يعني، انتوا اكيد شفتوا في اول الفيديو او في غلاف الفيديو الشكل النهائي هيكون ازاي يعني. تمام، فانت اي اضافه بقى انت براحتك يعني. انا ممكن احط قلوب، احط خرز لولي، ممكن احط هنا وردتين. مش عارفه، لسه ما استقرتش بصراحه. بس كده. اتمنى الفيديو يكون عجبكم والشرح يكون سهل وبسيط ليكم، وان شاء الله لو حابين تنفذوها لاي مقاس تنفذوها بكل سهولة وبساطة. ان شاء الله اشوفكم في فيديو جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.